اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا نرمين عامر، ودي يومياتي الحقيقية بكل تفاصيلها الحلوة البسيطة. هتلاقي هنا روتين البيت، أكلاتنا وتوفيرنا من قلب بيت لبيتكم. يلا نبدأ الفيديو. النهاردة طبعا احنا خارجين من العيد ومصاريف كتير ومن رمضان، وصراحة استنزفنا طاقتنا في المصاريف وفي كل حاجة، فعايزين نلم الدور ونحاول نكمل الشهر بأكلات بسيطة وأفكار حلوة، وكمان نبدأ شهر 4 كده واحنا يعني بنقضيها علشان ربنا يسترها معانا كده والدنيا تعدي على خير. عايزة اقول لكم ان احنا قابضين من قبل العيد. الناس الشاطرة القروبة شالت القبض كأنها لسه ما قبضتش وطلعته في ميعاده اللي هو يوم 24، والناس التانية اللي مش شاطرة ومش قروبة طبعا صرفت وخلصت فلوسها وخلاص، عايزة بقى تزق الأيام اللي باقية من الشهر ولغاية يوم القبض. فهنعمل ايه؟ طبعا لسالنا مدة كبيرة جدا على القبض يا جماعة. فهقول لكم النهاردة شوية أفكار تدبري بيها الأمور، وشوية أكلات كده اقتصادية وموجودة في كل بيت، وإن شاء الله تلمنا الموضوع. أول أكلة معانا العيش الحنون، أنا بسميه كده. ده بفرد العيش اللي هو بتاع الفرن العادي، وبحط فيه شوية جبنة موتزاريلا يكونوا باقيين عندك، وتفقشي بيه فيه بيضتين، وتحطيه في سمنة، في معلقة سمنة، وتتنيه كده وتقلبيه يمين وشمال مع كوباية شاي. أحلى أكلة. برضو إن أنا أعمل شوية كده محشي كوسة على بدنجان، بس طبعا يكون عندك صلصة بأسعار الطماطم القديمة، مش بالأسعار الجديدة اللي احنا موجودين فيها. ده يبقى هلاك. طبعا أنا عندي صلصة، وأكيد كل ست بيت شطورة برضو مخزنة طماطم من أيام ما كانت ب5 جنيه وب10 جنيه وب20 وب25. ده آخرنا. غير كده كمان بقى في اللي هي برطمانات الصلصة ممكن نسند بيها مع الطماطم، ونعمل كده شوية محشي سهلين حلوين. كوسة بدنجان بس، ممكن نعمل بدنجان بس، ممكن نعمل كوسة بس وفلفل، ممكن لو عندي كرنب انا مفرزاه اطلعه اعمله، لو عندي ورق عنب برضو في الفريزر اطلعه اعمله من غير ما يكون جنبيه اي حاجة، ويوم وعدى. ودي فكرة من الافكار بتاعتنا الاقتصادية النهاردة. الفكرة طبعا اللي بعد كده ان احنا الجوع اخر الليل ممكن نعمل للولاد صينية كيكة. هتكلفنا ايه؟ شوية دقيق وكم بيضة وشوية لبن لو فيه او زبدياية، وكمان بيكنج باودر وسكر، ونعمل احلى كيكة للولاد مع شوية سوداني باقيين من العيد، مع شوية لب وتسالي. هنقضي اليوم بتاع او جوع اخر الليل. وعايزه اقول لكم بقى معاها كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن، حلوه جدا وجميله ومغذيه كمان. بس نصيحه طبعا احنا ككبار ما نكترش لو احنا بناكل اكل صحي وعاملين دايت. طبعا بقى دلوقتي التوم رخيص جدا في السوق ب20 جنيه، فبتبدأي ان انت تجيبي التوم الاخضر وتقشريه، سهل جدا في التقشير بتاعه، وتفرميه كده في الكبة وتشيليه في اكياس. البصل برضو رخيص، البصل برضو مش هيتجاوز 15-20 جنيه. هتجيبي برضو شوية كده لو حتى ب100 جنيه، وتفرزيهم تعملي بقى جوانح، او اللي هو الشرايح اللي هو الجوانح الانصاص ده، تعمليه على الجوليان علشان الكشري، تعمليه عشان الطبيخ، وتجهزيه معاكي احلى بصل. برضو من الافكار الحلوة الجميلة اللي تسد جوع الولاد، برضو لو انت مفرزة منجاية وعندك كموزة وعندك كمان جيلي، بتقدري تجيبي وتعملي احلى جيلي في الدنيا. وطبعا الطريقة مكتوبة على الكيس، كل كيس تقريبا بياخد كوباية مية عادية مع كوباية مية مغلية، وتعملي احلى جيلي بالموز والمانجا، وتحطيه كده في التلاجة تقعدي 3 ساعات ساعتين، هتلاقيه جمد معاكي
وحلو قوي، والعيال هياكلوا منه وهيشبعهم، بحيث ان هما ما ينزلوش في الجو الصقيع ده يجيبوا حاجة من تحت. بعد كده طبعا الرقاق باللحمة المفرومة بربع كيلو مفروم لو متبقي عندك، شوية جبن اللي هي موتزاريلا، ميكس جبن يعني، موتزاريلا على رومي على شيدر باقيين برضو عندك من رمضان، وسمبوسك بقى وما أدراك، تطلعيهم ويكون عندك لفة رقاق وشوية شوربة باقيين في التلاجة، شوربة بط، شوربة لحمة، شوربة فراخ حتى مش مشكلة، وتعملي لولادك صينية رقاق كده جميلة هياكلوها، وجنب طبق مثلا مخلل، هيبقى حلو جدا جدا جدا، وألف هنا وشفا. كل دي أفكار هتنفعكم في الأيام اللي جاية، وهتلاقي عندك في التلاجة في الفريزر بواقي كتير تقدري تعملي منها الأكلات الحلوة دي. الأكلة بقى التانية اللي معانا شوية خضرة كده وشوية بدنجان تحمريهم وتدقلجيهم كده، وتحطي له في الطبق الموفي اللي هناك ده، وتحاولي ان انت تملحيهم او تخلليهم مع شوية بطاطس معمولة بالطريقة الحلوة دي، تسلقيها وتقطعيها مكعبات بس تخليها نص سلقة، وتحطيها في دقيق وبيضة وشوية خضرة اللي هي بقدونس مثلا وكزبرة، وكمان تقليها في الزيت وتحطيها بقى زي ما انت شايفة كده مع شوية رز بطريقة الرز الريزو بس من غير فراخ. بتعملي الرز كأنك بتعملي رز ريزو عادي اهو، رز احمر كده، وتحطي فيه شوية هريسة فلفل وشوية خضرة مع البطاطس مع البدنجان. احلى اكلة اقتصادية بحب. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم ان شاء الله. نوعيات الفيديوهات دي لو عجبتكم قولولي وانا اعمل لكم منها افكار وفيديوهات كتيرة جدا جدا. مع السلامة.